الحجرين ركزوا. لو انتي مشتتة غمضي عينك وخدي نفس، وبعد كده فتحي واختاري الحجر اللي شدك مش اللي عجبك. خلاص. تمام، تعالوا اما نبدأ نشوف طاقة اللي اختاروا الحجر الروز، الطاقة الحالية ليكم. بسم الله. انا حاسة ان الكاميرا مش ألطف حاجة. احنا مش هنختار بقى على حسب انت هتبدأي بايه. يلا نبدأ. اللي اختاروا الحجر الروز، طاقتكم طاقة تشتت، طاقة صراعات كتير قوي بتحصل في حياتكم في الفترة الحالية. شايفة ان بينكم وبين الحاجة اللي انتوا عاوزينها امور كتير قوي مشتتة، او امور كتير بتبقى خارج عن السيطرة معاكم. اوقات بيكون بينكم وبين اكتمال الحدث خطوة، بس للأسف ما بتقدروش توصلوا للخطوة دي بسهولة. عندكم شخص عنيد في حياتكم، وعنده بيأثر عليكم بالسلب. طاقتكم الحالية هي طاقة تفكير، طاقة صراع نفسي كبير قوي بتوصلوا من خلاله لان انا عاوزة ارسم خطوة او بداية جديدة في حياتي، بس انا مش عارفة. دايما شاكة ان انتي الطرف اللي محطوط على جنب، او لو انتي في علاقة فانتي في العلاقة دي طرف تالت. مش حاسة ان انتي قادرة توصلي للحاجة اللي انتي حباها، وان الدنيا كلها عكسك. انتي مفيش حاجة معاكي زي ما انتي بتتمني، مفيش حاجة ماشية معاكي بالطريقة اللي انتي عاوزاها. اوقات كتير بتحسي ان انتي محتاجة تضحي، محتاجة تعطي، محتاجة ان انتي تبقي انتي الطرف اللي بيبادر، يبقى انتي الطرف المعطاء، يبقى انتي الطرف المشتت. بس خلينا نقول ان انتوا بينكوا وبين احداث في حياتكوا حاسين ان الاحداث كلها بتجري وراكوا، حاسين ان الاحداث كلها بتيجي معايا بسلبية، بالعكس ما بتجيش معايا زي ما انا المفروض يحصل لي. ناس كتير متدخلة في حياتكم، بتسمعوا كلام كتير قوي من اللي حواليكوا، حتى لو الموضوع ما يخصش اللي حواليكوا هما للأسف بيتدخلوا وبيفرضوا رأيهم. وبتحسي ان انتي خلاص انا في حالة دفاع عن النفس، رغم ان الموضوع ما يستحقش كل ده، الموضوع مش مستحق لكل ده. ولكن انتي في حالة دفاع عن النفس، انتي في حالة ان انا واقفة بحاول ان انا اوصل لحل بس انا مش عارفة. تمام. في نفس الوقت طاقتكم في الفترة الحالية عندكم طاقة خوف. ممكن تكون الخوف بالنسبة لكم مربوط بالأشخاص المحيطين بيكم، مربوط بحاجات كتير قوي بتحصل حواليكم، مربوط ان انتوا مش عارفين تحققوا أهدافكم، وحاسين ان انتوا دايما محطوطين تحت المراقبة لدرجة ان انا مش عارفة اخد نفسي، مش عارفة امشي بالطريق اللي انا شايفاه انسب ليا. انا ماشية بحسب كلام المحيطين بيا، لدرجة ان انا مش قادرة اتواصل لذاتي، او مش قادرة افهم ذاتي، مش قادرة ان انا اخد خطواتي اللي المفروض تتاخد صح. حاسين ان انتوا محبطين بسبب تصرفات اللي حواليكوا معاكوا، فانتوا مش قادرين ان انتوا تاخدوا خطوة. اللي حوالينا مسيطرين علينا لدرجة ان انا مش قادرة اخد الخطوة الصح بالنسبة لي. طاقتكم كلها خوف، كلها قلق، كلها رغبة في السيطرة على أمور خاصة بينا، بس انت مش عارفة تسيطري. طاقة الحيرة والقلق بالنسبة لكم مخلياكوا خايفين، خلياكوا دايما حاسين ان انتوا تحت الأنظار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف
القادم ليكوا او توقعات ليكوا. خلينا نقول ان انتوا اصلا محتاجين ان انتوا تحسموا اموركم الاول. انتوا محتاجين تخرجوا برا دايرة عارفين لما اكون انا مطالب مني ان انا دايما اكون حد بيحارب. الفترة اللي جاية بالنسبة لكم هي فترة رغبة في ان انا اخطط وان انا ارتب للامور المحيطة بيا علشان اقدر اوصل للاهداف اللي انا عاوزاها. شايفة ان انتوا اصلا الفترة اللي جاية بالنسبة لكم محتاجين من خلالها تركزوا. عارفين لما بقول لنفسي ركزي هنا، او لما بقول بكلم نفسي كده وبقعد افكر مع نفسي انا محتاجة اركز على نقطة ايه ومحتاجة اعمل نقطة ايه ومحتاجة ايه يحصل في حياتي. انتوا محتاجين تعملوا ده، بس تعملوا ده وانا مقتنعة ان انا مش هعيش دور الضحية، او بمعنى صح انا مش هعيش دور العطاء الاوفر اللي يخليني احط نفسي على الجنب او احط نفسي نقطة الصفر. انتوا محتاجين ان انتوا تفكروا في العطاء الذاتي، مش العطاء للي حواليا بس، لان انتوا بتعطوا للي حواليكوا وناسين نفسكم. القادم بالنسبة لكم متوقف على انا المفروض هخطط علشان اوصل ليه. في بالنسبة لكم تحقيق هدف او تحقيق حلم، بس التحقيق بتاع الهدف او الحلم ده برضو واقف على نقطة انا المفروض امشي الخطوة ازاي، او انا المفروض حاسب حساب لكل ده ازاي. خدوا بالكم ان انتوا داخلين في قوقعة ان انا مش قادر ارتب افكاري، مش قادر ارتب نومي، مش قادر ارتب اي حاجة. بس في نفس الوقت انتوا عارفين اللي هو ايه، محتاج اتحرر من الافكار اللي انا مضغوطة فيها علشان اقدر اوصل للحاجة اللي انا عاوزاها. في نقطة تحرركم من معتقدات او افكار الماضي، لان انتوا عندكم حنين لطفولة او حنين لماضي، او بمعنى ادق الماضي بالنسبة لكم ما وصلتوش فيه لمرحلة التشافي الكاملة، فبالتالي انتوا مش قادرين تاخدوا خطوة جديدة. انتوا لسه في سجن مع الماضي او مع طاقة الماضي، لسه الماضي بالنسبة لكم موصلكم لمرحلة انا قاعدة هنا مش عارفة اتشافى منه او مش عارفة اتخطاه. فده عامل لكم حيرة مع قلق مع امور كتير بالنسبة لكم غير مرتبة، انتوا مش عارفين ترتبوها، مش عارفين توصلوا لأهدافكم بسببها. لا قادرين، بصوا، لا قادرين اتخلص من الماضي ولا قادرة اوصل للحاضر او للمستقبل. فانا واقفة في النص ببص على المستقبل وعاوزة اديله خطوة، بس الماضي لسه متعلق بيا. فاهميني؟ يعني هو الماضي متعلق بيا بس انا مش عارفة ابص للي جاي. ليه بقى؟ لان انا ثابتة هنا، انا ثابتة في النص بدمج بين الاتنين. بس هل دمجي بين الاتنين واصل لمرحلة او لنقطة معينة؟ لا، انت مش قادرة توصل. انت مجرد ان انا بدمج، مجرد ان انا بفكر. هل في خطوة؟ لا. عارفين لما يبقى ميكس بين حاجات كتير فانا في النص مش عارفة ايه اللي المفروض يحصل؟ انتوا واصلين للحتة دي، ايه اللي المفروض يحصل؟ مش عارفة. فهمتوني؟ القادم بالنسبة لكم زي ما بنقولها كده، انتوا المتحكمين. يا همشي وهعطي ظهري، يا هفضل زي ما انا وفي نفس الوقت في طاقة الوجع، او في نفس الوقت انا مش عارف، انا مش فاهم انا المفروض اعمل ايه. ده موصلك لنقطة لا، انا بهرب من نفسي، بس انا بهرب من نفسي لنفسي، والمحيطين بيكي موصلينك لمرحلة ان انا فين. وانتي للأسف من النوع الكلام اللي حواليكي بيأثر فيكي سلبي، وبيأثر فيكي سلبي بطريقة بشعة،
لدرجة ان كلام اللي حواليكي بيوصلك لمرحلة انا مش عارفة، انا مش فاهمة نفسي، رغم انك ممكن تكوني مقررة اصلا ايه هتعمليه وايه اللي المفروض تاخديه وايه اللي المفروض يحصل، بس انتي ما بتوصليش. فاهميني؟ محتاجين هدنة مع نفسنا. ده اللي اختاره الحجر ده. تعالوا نشوف اللي اختاروا الحجر التاني. عيطتيني، طب ليه طيب؟ اللي اختاروا الحجر التاني. ليه؟ ده انا طيوب. حبيبي حبيبي حبيبي. تعالوا نشوف طاقتكم. اللي اختاروا الحجر التاني. واو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقريبا مفيش غير اختاره. زي الفل. طب ده حلو. بتموتي امور كتير مرت في حياتك لدرجة ان انتي عاوزة، عارفة اللي هو انا عاوزة اغير جلدي. طاقة احساس ان الامور اللي انا واصلة ليها في الفترة الحالية مش دي مش انا. طاقة خوف مع طاقة تفكير مع طاقة قرارات علشان اخد خطوة في حياتي او اقدر من خلالها استقر نفسيا، بس انتي مش قادرة. ومش هقول مش قادرة كضعف، لا، مش قادرة كأنتي نفسك رافضة. انتي نفسك رافضة التغيير، نفسك في حاجة تحصل تخليكي فرحانة، بس هل انا بشتغل على الاساس ده؟ لا، بتشتغليش على ده، انتي بتفكري في ده، بس هل في خطوة انا باخدها علشان اوصل لده؟ لا، ما بتاخديش الخطوة لده. انتي رافضة التغيير لدرجة ان انتي قاعدة مع نفسك بتفكري، وقاعدة مع نفسك بتقرري، بس متمسكة بحاجات انتهت، حاجات خلاص مش هتغيري فيها، حاجات مش هيحصل فيها جديد، حاجات بالنسبة لك تكاد تكون خلاص معدمة، بس لا، انا ماسكة فيها، ماسكة فيها لدرجة ان انا خلاص انا مش قادرة اتخلى عنها، رغم ان انا عارفة ان الحاجة دي بتأذيني او ان الحاجة دي بتضرني، بس انا شايفة ان الحاجة دي على قد ما هي بتضرني على قد ما هي حاجة توب، خلاص مفيش بعدها ولا قبلها. طب ما هي انتهت، مش مقتنعة بالانتهاء، رافضة ان انتي تنهي الحاجة دي، رافضة ان الحاجة دي يتقال عليها خلاص خلصت. إيه انتي حابة تمسكك بيها بغض النظر عن الواقع ايه؟ نقطة الواقع بالنسبة لك لا، مبهمة بطريقة مش حلوة، يعني عارفة اللي هو ايه، رافضة اصدق ان الحاجة حصلت، رغم ان عندك فرصة للتشافي او في فرص للتشافي، بس لا، انا متواصلة مع الوجع. آه، الوجع ده انا مريت بيه او انا عرفته، او يعني بتقولوا لنفسكم انا الوجع ده خلاص عرفته وتعايشت فيه، فانا ما عنديش طاقة ان انا ادخل وجع جديد او ان انا اروح مع وجع جديد، فلسه هتوجع من اول وجديد. فاهمة قصدي اللي هو يعني ايه؟ عنديش طاقة ان انا اجرب وجع جديد هبدأ فيه من نقطة الصفر، طب ما تخليني في اللي انا عارفاه. فعشان كده انت رافضة التغيير.
او رفض لحدوث حاجة جديدة. خلاص الواقع بالنسبة لك لا خلاص، رفض لأي حاجة، رفض لأمور كتير قوي بتحصل، لدرجة اللي هو الدنيا مودياني لفين انا مش عارفة. تعالي نشوف القادم. حيرة بين البدايات الجديدة، أو حيرة بين الاستقرار في اللي جاي. تفكير كبير قوي، ايه اللي المفروض يحصل وايه اللي المفروض ما يحصلش. بس خلينا واقعيين، أو خلينا صراحة مع بعض، إن اللي جاي بالنسبة لك عارفين نقطة مش هسكت، أو نقطة خلاص مش هستسلم أكتر من الاستسلام اللي أنا مريت بيه. فبالنسبة لكم لأ خلاص، ما بقاش عندي طاقة للاستسلام، أو ما بقاش فيه طاقة إن أنا أقدر أستسلم زيادة. فأنا وصلت لمرحلة الاستسلام اللي تخليني أقف قدام أي حد وأقول لأ، رغم إن دي مش الشخصية، أو دي مش انتي. نقطة إن أنا أقول لأ دي ما كانتش بتحصل. نقطة إن أنا أغير من نفسي أو يبقى عندي قابلية للتغير، خلينا نقول إن انتي عشان توصلي للمرحلة دي هتدخلي في مرحلة انعزال وحيرة، هتخليكي حاسة إنك بتواجهي نفسك، أو حاسة بمعنى أصح إن أنا بحارب نفسي. بس مش بحارب نفسي الواقعية، أنا بحارب نفسي الداخلية، بحارب شخصيتي اللي مش قادرة أفهم من خلالها فين بيودي فين. بحارب حاجة أنا جوايا رفضها، بس عقلي هيكسب فيها. يعني أنا بحارب نفسي علشان أوصل لنفسي، بس أنا بحارب نفسي اللي رافضة الواقع، نفسي اللي رافضة التغيير علشان أوصل لنقطة التغيير. فاهميني صح؟ بس خلينا نقول إن انتي فعلا هتكسبي، برغم إن الماضي معلق بالنسبة لك، بس هتقدري تقولي خلاص همشي، أو أنا خلاص همحي الماضي، أو أنا خلاص آه الوقت اللي عدى مع الماضي أكتر من اللي هو يستحقه. مش شرط ماضي كعلاقة، انتي متعلقة بكل حاجة في الماضي، انتي ماسكة كده في الماضي. ولا انا رافضة ان انا مثلا اخلي الماضي يتغير، او اخلي الحاجة دي تحصل فيها تغيير. انتي ماسكة في الحاجة ورافضة التغيير، حاسة ان انا لو اتغيرت هكون طلعت من نقطة امان، وداخلة نقطة ان انا هحارب فيها، او داخلة نقطة هتوجعني، داخلة نقطة هتحسسني بالوجع. فاهمين قصدي؟ ما نكبس طيب، نعمل تكبيس طيب، او اي حاجة طيب، علشان ايه